السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتوما هانين؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون على اللاعبين اللي استدعاهم والد الركراكي ضمن القائمه الموسعه ان شاء الله، باش يختار 27 لاعب اللي غادي يكونوا معنا في كأس افريقيا ان شاء الله اللي غتنظمها بلادنا المغرب. المهم كاينين 51 لاعب، 51 لاعب اللي استدعاهم، منهم خمسة الحراس، خمسة الحراس، وكاين الدفاع 16 لاعب، وكاين الوسط، خط الوسط اللي هما 14 لاعب، وكاين بالنسبة للهجوم 16 لاعب. يعني في المجموع في التوتال كاين 51 لاعب. نبداو بالحراس. كيف ما قلت لكم ان الحراس كاينين خمسة ديال الحراس. كاين ياسين بونو، كاين منير الكجوي، وكاين تاغناوتي، وكاين بن عبيد، وكاين المهدي الحرار. ياسين بونو كيلعب في الهلال السعودي، منير المحمدي ناضت بركان، المهدي الحرار رجاء الرياضي البيضاوي، تاغناوتي الجيش الملكي، وبن عبيد الوداد البيضاوي. هذوما الحراس اللي غادي ان شاء الله يكونوا ضمن القائمه الموسعه، اللي غيختار منهم والد الركراكي ثلاثه ديال الحراس، ثلاثه اللي غيكونوا معنا ان شاء الله. المهم حسب الراي ديالي، المهم رايي الشخصي، بونو هذه باينه اللي هو اللي غادي يكون اساسي مع المنتخب الوطني ان شاء الله. غالبا غيكون معاه المحمدي، وغادي يكون معاه المهدي الحرار. هادو هما الثلاثه ديال الحراس اللي غادي يكونوا ان شاء الله، حسب رايي، حسب الراي ديالي، انهم هما اللي غادي يكونوا ان شاء الله في الكان ان شاء الله. ندوزو للدفاع. عندنا الاظهره من جهه اليمين، كاين حكيمي، كاين الشيبي، كاين مزراوي، وكاين الهلالي عمر الهلالي. يعني هادو اربعه كاينين في جهه ديال اليمين، في جهه اليمين. اما على جهه اليسار كاين بالعمري، كاين انس صلاح الدين، وكاين الكرواني. بالنسبه للاكس او المحور كاين سايس، كاين اقر، كاين الياميق، ماسينا، انس باش، بوفتيني، عبقار، باعوف، ايت بودلال. يعني كيف ما قلت لكم 16 لاعب. المهم عطيوني الراي ديالكم كذلك انتم في التعليقات، شكون هما اللاعبين اللي بغيتهم يكونوا في الكان ان شاء الله، لا بالنسبه للحراس لا بالنسبه للدفاع. وان شاء الله في الاخر غادي نعطيكم ان شاء الله التشكيله اللي حسب رايي الشخصي اللي غادي تكون ان شاء الله بالنسبه اللي نتمناها تكون اساسيه ان شاء الله، باش نبداو ان شاء الله دور المجموعات. وان شاء الله كنتمناو تكون ان شاء الله يكون الكاس ديالنا ان شاء الله تبقى في المغرب. بالنسبه للوسط، خط الوسط عندنا اسماعيل السباري، الخنوس، وناحي، زياش. وهذه هي النقطه الايجابيه اللي مزيانه اللي طرات، هي عوده زياش ان شاء الله. غادي يرجع ان شاء الله زياش للمنتخب ديالنا ان شاء الله، وغادي يكون على راس المجموعه ان شاء الله. لكن الحاجه الوحيده اللي جاتني شويه فيها هي ان زياش خاصو يلعب في الهجوم، والركراكي نهار اعلن على هذه اللائحه الموسعه دخل زياش في الوسط. يعني ربما غادي يلعب به وسط هجومي، حيت شنو سميتو، في الهجوم من جهه اليمين كاين دياز، وكاين اخوماش، وكاين سفيان ديوب وربما. المهم هذا هو التحليل ديالي المتواضع. المهم قلت لكم كاين زياش، العيناوي، عمران لوزة، الكارتي، بن صغير، حريمات، تيرغالين، امرابط، العزوزي، كيشطا، وبلال نادر، اللي هي في المجموع 14 لاعب. هذا بالنسبه للوسط. بالنسبه للهجوم كاين امين عدلي، ابراهيم دياز، شمس الدين الطالبي، الياس اخوماش، الزلزولي، جسيم،
اللي كان تألق في كأس العالم الأقل من 20 سنة. سفيان ديوب، بوفال كذلك حتى هو كاين ضمن القائمة الموسعة. معما أيضا حتى هو تألق في كأس العالم الأقل من 20 سنة. صهيب دريوش اللي متألق في الدوري الهولندي. كاين أسامة الصحراوي، وكاين سفيان رحيمي، وكاين الزبيري ايضا حتى هو تألق في المجموعه ديال المنتخب الوطني اللي كانت اقل من 20 سنه. والاسطوره ديالنا السي النصيري او النصيري ديالنا اللي كيشطح حدا الكره. وكاين حمزه إيكامان، وكاين الكعبي. اذا هادو هما اللاعبين اللي كاينين في المجموع. كاينين 16 في الهجوم، 14 في الوسط، وكاين 16 في الدفاع، و5 ديال الحراس. المهم حسب التشكيله اللي نبغيها ان شاء الله تكون ان شاء الله يا ربي. بونو في الحراسه. بالنسبه للظهير الظهير الايمن كنتمنى يكون حكيمي، ان شاء الله. بالنسبه للظهير على اليسار نتمنى ان شاء الله يكون انس صلاح الدين، اللي بصم على مستوى جيد في هذا التوقف الاخير اللي استدعاه وليد الركراكي للمباراه ديال الموزمبيق واوغندا. صراحه كان لاعب من الطراز الرفيع، لا دفاعيا لا هجوميا، مزيان. بالنسبه للاكس كنتمنى يكون اكرد، نايف اكرد وباعوف. بصراحه علاش؟ لان باعوف هاد اللاعب هذا وكل شيء رد ليها البال في كأس العالم، راه ما كاينش شي واحد راوغو. هو اللاعب الوحيد اللي ما تراوغش في كأس العالم، الأقل من 20 سنة. وهذا الشيء شهد به صحف إسبانيا وصحف إيطالية أن هاد اللاعب باعوف حتى واحد ما راوغو في كأس العالم. وكنتمنى إن شاء الله يا ربي يكون يعتمد عليه الركراكي، والله إن شاء الله ما يكون على خير إن شاء الله. بالنسبة للوسط أنا كنتمنى، علاش؟ لأن الكاس ملعوبة في بلادنا، خصنا نهاجمو، ما خصناش نبقاو نردو الكرة للور ونبقاو نردو على الحارس وندخلو أمرابط يبقى يردينا الكرة للحارس، يبقى يردينا الكرة للحكيمي، يبقى يردينا الكرة للدفاع. لا، هو أمرابط باش نكون معكم صريح، إلا كان شي ماتش كيلعب على اللياقة البدنية وكيلعب على الصحة القوة، يصلح مرابط تلعبوا سميتو تلعبوا وسط دفاعي. لكن الا كنتي بغيتي تهاجم، بغيتي تزيد لقدام، ما تدخلش مرابط، لان مرابط ثقيل، كيبقى يدور بالكره في بلاصتو، كيتزير كيردها للدفاع، كيتزير كيردها للحارس. يقدر يكون شي هجوم واعر على المنتخب الاخر اللي غادي يكون مع المنتخب المغربي، يكون سريع، ما يجي هو فين يرد الكره للحارس حتى غادي يديروا الضغط على الحارس، يديروا الضغط على الدفاع. لهذا انا كنفضل في خط وسط الدفاعي يكون العيناوي. نعم، يكون العيناوي، هذا لاعب جيد، يكون العيناوي، يكون معاه الصباري وزياش، يعني يكون العيناوي وقدامه الصباري وزياش، غادي يكون واحد الثلاثي رائع. يا سلام، جيد. هادو بالنسبه لخط الوسط. بالنسبه للهجوم هذه باينه، غادي يكون ابراهيم دياز، هذه باينه، ولكن انا كنفضل يكون اخوماش، لان ابراهيم دياز مثالي، وهادشي شفناه في المباريات ديال ريال مدريد. الونسو ما كيعتمدش عليه،
وما كيلعبش الا نادرا الا قليلا. فكون انا في بلاصه الركراكي، ابراهيم دياز ما يدخلش، ماشي ما يدخلش، غادي يكون هو البديل. غندخل الياس اخوماش. علاش؟ الياس اخوماش كيحرك الهجوم ديال بصح، كيلعب ديال بصح، كيلعب من نيتو. ابراهيم دياز قصير، كيدير ديك المراوغات ديال والو، عايق عليه بداك الشيء اللي بيدير، كيطيحوه. يعني المنتخب المغربي ما كيستافدش من هذا اللاعب هذا. ما تلقتو لينا الصبر تعرفتو ربنا خلقتنا والو. كون كانت فيه الفائده ما تلقوش ليك الصبر. والدليل هو لامين يامال. شوفوا، قارن بين لامين يامال وقارن بين ابراهيم دياز. ابراهيم دياز اللي ما فيدوش، ترقدت مع واخا داروا عليه ديك الضجه وداروا عليه داك الشيء، لكن في الاخر ترقدتو. هذيك الضجه غير باش تبين للعالم بانه زعما راه حتى حنا مضاربين على هذا اللاعب هذا وكذا وكذا، لكن داك الشيء ما منوش. لامين يامال شدته، رمات عليه الشبكه، ما خلاش المغرب منين دوز ليه، ما خلاش اللقجع منين يدوز. باش ديروا واحد المقارنه بين لامين يامال وديروا مقارنه بينه وبين ابراهيم دياز. في هذا المركز ديال الجناح الايمن كنفضل يكون الياس اخوماش. الياس اخوماش بالنسبه كنفضل يكون بوفال. بوفال كلنا شفنا في كاس العالم قطر، مرمد ليك الدفاع ديال الصبريون ديال مزيان، ومرمد الدفاع كيف ما عرفتو. وبالنسبه لشنو سميتو، بالنسبه للقناص، انا كنفضل يكون الزبيري. هاد اللاعب اللي هو تعطاه الفرصه مع المنتخب الوطني المغربي، واخا اول مره ومازال ما مسينوش، ولكن شناه في كاس العالم قل من 20 سنه. تبارك الله، خصك غير تحط ليه الكره قدام الشبكه يخشيها. وان شاء الله هذا هو التحليل ديالي المتواضع. المهم الاخوه اللي ما متابعنيش الصفحه واللي ما متابعنيش على اليوتيوب يتابعني، سبسكرايب في اليوتيوب ودير متابعه في فيسبوك ولايك، وشجعونا ان شاء الله باش نمشيو في هذا المحتوى. وغنبقى ان شاء الله ندير ملخصات ديال الفيديو، ملخصات ديال المباريات، وان شاء الله احنا مع المنتخب الوطني، وندعيو ليه ان شاء الله ياخذ هذه الكاس هذه وتبقى ان شاء الله الكاس مغربيه. الله يعاونكم.